لان هي برضو الستوري بتاعتها والمعافرة في الحياة واللي حصل لها. صعبة جدا بالظبط. حقيقي. دي اصل النقطة دي هي اللي ممكن تخليكي يا تكملي يا ما تكمليش. والموضوع ده مؤلم جدا طبعا. اي حد سامعني ممكن يقول لي هو انت ازاي اصلا كنت عملتي ده او كنت فكرتي انت تعملي ده. يعني الواحد لما بيبقى عنده الباشن قوي بيبقى مندفع. صح. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست 9 من 10. حلقة النهاردة كلها فن، كلها ذوق، كلها الوان. وطالما جبنا سيرة الفن فانا قاعد مع فنانة وحاسبها هي اللي تبدأ بتعريف نفسها. انا هسألك اول سؤال، عرفينا بنفسك زي ما تحبي الناس تعرفك. ازيك يا محمد الاول؟ اهلا يا اخبارك ميشا. ايه؟ انا ببساطه شيماء مرجان، او اكشلي الشيماء مرجان. احب اعرف نفسي ان انا جرافيك ديزاينر illustrator. وقبل ما اعرف نفسي للناس از جرافيك ديزاينر انا كمان ام لولد وبنت، ربنا يخليهم لي. آم، اتخرجت من applied arts، كنت فنون تطبيقية، درست فن من وانا صغيرة اصلا، وهو ده كان التارجت بتاعي. الحمد لله توفقت في الثانوية العامة و... ودخلت الحاجة اللي انا بحبها، ودرست زي ما بيقول الكتاب 5 سنين، يعني كانت من احلى السنين في حياتي. واعتقد كل اصحابي والناس اللي كانوا زمايلي في فنون تطبيقية عارفين قد ايه ان الكلمة دي valuable قوي. يعني ان احنا اتخرجنا من فنون تطبيقية ودرسنا ارت ومن ساعتها وانا بشتغل من تقريبا من وانا حتى في الجامعة بشتغل ديزاينر وبشتغل ارتست وبجرب وبلعب في كل الحاجات دي. فاعتقد ان انا اعرف نفسي بالشكل ده بشكل مبسط، ان انا كنت طالبة وكنت زوجة وكنت ام وكنت ولا زلت مصممة لغاية دلوقتي، من وقت ما اتخرجت الى دلوقتي حالا. السبب اللي احنا قاعدين فيه النهاردة اني انا شفت الشغل اللي بيطلع من تحت ايدك، وهو مش هحكم عليه من وجهة نظري انا ان هو راقي وجميل، وهسيب اللي بيشوفه هو اللي يحكم عليه. لكن الفكرة اللي عندي ان ده اللي انا شفته ده وراه حكاية كبيرة قوي. انا شفت ارت وورك او فن ورسم، بس ما هواش على لوح او براويز او حاجة متعلقة على الحيطة، ولكن هو اكتر في حاجات بنلبسها. خلاص، هي الحكاية دي بدأت ازاي؟ بص، هو انا من وقت ما كنت في الجامعه وانا كنت طول الوقت بعمل اي حاجه وكل حاجه ليها علاقه بالفن، وانا كنت دايما بحب اجرب. يعني انا تقريبا ما اعتقدش ان ممكن يكون في ماتيريال انا ما اشتغلتش فيها ولا لفتت نظري ولا قعدت العب فيها شويه واجربها. كل ما يخطر في بالك. وكنت ده كان بالنسبة لي كده زي ثيرابي. يعني طول حياتي كنت بعتبر ان الجزء ده بيعبر عني، ودي الحتة اللي انا بلاقي نفسي فيها. طبعا على مدى السنين اللي فاتت دي يعني عملت كارير شيفت. يعني كنت بشتغل سنين طويلة جدا as a graphic designer، وعملت كارير شيفت at some point وبقيت شغالة في حاجة ليها علاقة بالتكنولوجي which is بعيدة تماما عن الفن. بس انا ما قدرتش، يعني انا ما قدرتش افصل، مستحيل، يعني ده جزء من روحي. النقلة حصلت ازاي؟ ان انا كنت بعمل الجزء بتاع الارت ده في الوقت اللي انا ببقى فاضية فيه، وكان هو ده الغذاء بتاعي وبتاع روحي، الى جانب الشغل طبعا اللي كان لازم، ان كان وقتها شيء ضروري جدا ان انا كنت اعمل الشيفت كارير دي لظروف سفر وهكذا. وكنت بلاحظ دايما ان زمايلي والناس اللي حواليا دايما بيقولوا لي مش انت ليه مش عندك براند؟ يعني مش انت ازاي ده عارفه، ده لو كان على معرفش ايه فظيع قوي، ده خلينا طب يا بنتي جربي. وانا كنت دايما باخد دي از كومبلمنت، وعمرها ما كانت بتقف عندي ان انا يعني اخدها از سيريس ستيب. وبعد كده اللي حصل الكورونا. لما جت الفتره بتاعت الكورونا، آه، للأسف الشديد، يعني أنا عارفة إن الفترة دي كانت فترة صعبة على ناس كتير، ودايما بتبرينج ميموريز وبتجيب أحداث مش لطيفة وناس كتيرة بتتضايق منها. بس أنا بالنسبة لي الفترة دي كانت من أحسن الفترات اللي عملت الانطلاقة بتاعة البراند بتاعي.
انا فعليا الوقت اللي احنا ما كنا بين 4 حيطان موجودين في البيت، هو ده الوقت اللي انا عملت انفست في نفسي، وابتديت افكر فعلا وريفلكت على الكلام اللي كان بيتقال لي، اللي هو طيب انا الوقت اللي انا باخده علشان اشتغل على ديجيتال ارت على الايباد بتاعي، او ان انا ارسم حاجه، ليه انا ما احولش ده لبرودكت؟ يعني ليه ده يفضل عندي في الايباد بتاعي وبس، لوقت انا بفرجه لحد من صحابي او لعيلتي او للسمول سيركل بتاعتي. فابتديت من هنا بقى اقعد اخد كورسز كتير 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 واشتغل، وده يتعمل ازاي، وده يعني دي كانت نقطة التحول، ان الكلام اللي انا كنت بشوفه it was very positive to be honest. يعني انا دايما كانت الناس اللي حواليا وانا معترفة بجميلهم، لان ما اعتقدش ان انا كان ممكن اخد الستاب دي، كان ممكن يفضل عندي بس، يعني تبقى البروسيس بتخلص ان هو just art وانا بعمله لنفسي. فهم ليهم بصراحة الفضل في ان هم لزقوني، اللي هو لا لازم ده يطلع للنور، لازم يبقى بيسز. والحقيقة اول لما ابتديت اخد ده فعليا، حسيت ان هو لا، هو ده الصح. يعني انا فعلا محتاجة الارت بتاعي ده يتشاف، انا مش عايزاه يفضل عندي. بدل وكان في فيز ان انا اعمله از كانفاس، بس انا كنت حاسة ان لا، انا عايزة البنت او الست تبقى لابسة الكانفاس ده وشي براود، يعني هي حاسه ان هي يعني مقتنيه حاجه وراها ستوري، وحاجه هي عارفه انها مش هتلاقيها في مكان تاني زي اي فاست فاشن كايند اوف يعني شوبس اللي ممكن تنزل تجيب منها بيس ماستر which is بيس، كلنا. انت كنت بالظبط. بتدوري على الماستر بيس. بالظبط. من الازمات امم. بتولد الابداعات، بالظبط. واعتقد ده اللي ده انت قلتيه حقيقي. دلوقتي في الكورونا. ده حقيقي. واعتقد يعني حقيقي في وقت الكورونا وفي ازمات تانية مر بيها الناس كتير بدأوا بيها ستارت ابس في وقتها. بس ده هيخليني ارجع شوية ورا، مم. من حد قاعد بيرسم مم. خلاص. بعد الطبيعي في الرسم ان احنا لما بنقعد نفن في حاجة بنبقى عايزين نشوفها قدامنا متعلقة على حيطة مثلا. ده هنقول الكومن براكتس او النورم بتاع اي حد بيرسم لوحة او يحطها. لما اجي انقل ده وافكر ان لا، انا مش هحطه معلقه على حيطة او كده، انا هلبسه. واحنا هنا مش بنتكلم في فاشن ولا في ترند ولا ان الكات عامله ازاي. احنا اللي سائق للموضوع وقادك كده عمل لك جايدنس فيه، هو ان انا عندي فن عايزه احطه على الناس. مم. ودي حاجه على فكره مش كل يوم بنشوفها. جات لك منين فكره ان اللي انت بتعمليه ده مش هنعلقه على الحيطه، هنلبسه؟ بص، الارت ممكن تشوفه في اي حاجه، يعني ممكن تشوفه زي ما بنقول كده على كانفاس، ممكن تشوفه في جدارية، ممكن تشوفه في على مسجد، الموزاييك اللي على مسجد، تشوفه في سجادة مفروشة في الأرض. فهو الأرت everywhere، تقدر ان انت تحطه بالشكل اللي انت عايزه. صحيح. انا بالنسبة لي كشخص مهتم اوريدي بالموضة وكتير، وعلشان كمان الحجاب، وعلشان خاطر في جزء من الحشمة احيانا بيخليني دايما عندي مشكلة ان انا مش بلاقي الحاجة اللي انا محتاجاها. وده كان من فترة بعيدة، دلوقتي ما شاء الله احنا يعني في ديزاينرز كتيرة جدا جدا حقيقي. جدا. حقيقي انا كمصرية فخورة بيهم جدا من بلدي، ومش بس في بلدي، في الوطن العربي كله. احنا فعلا عرفنا نعمل المعادلة دي، وفي ناس كتيرة جدا دلوقتي شاطرة، وتقدر ان انت تلبس فعلا pieces modest وفي نفس الوقت تبقى elegant، وبتعبر كل واحد وديزاينر، وكل واحد وفكره بيعمل ايه. بس انت هنا بتتكلمي على فاشن شوية. however انت ما بدأتيش عشان يعني انا افهم ده، لو انت مثلا كان مش لاقيه لبس يناسب الحجاب وقتها، لكن الفكره انت عامله حاجه تانية خالص، انت عامله ماستر بيس. هو انا افهم مثلا ان حد مش لاقي الشكل ده كويس والفاشن اللي موجوده دلوقتي والترند مش ماتشنج مع البيليفز بتاعتي وكده، افهم ده. لكن انت طلعتي بره، يعني بنسميها ستاندينج اوت اوف ذا كراود، طالعه بره الزحمه،
تعملي حاجه وماشيه فيها لوحدك. ممكن يكون في ناس بتعملها كده كتير، مش كتير ولكن بعض الناس بتعمل ده. لكن انا بس يعني في التسويق بيسموا ده، انت اكيد فاهم الكلام ده كويس، الزحمه ده ريد اوشن. مم. انت طلعتي في البلو اوشن مم. وحبيتي تمشي لوحدك. هنا الفكره بره انك انت لقيتي حاجه تعمليها تماتش الستايل بتاعك. ليه قلتي انا هطبع الصوره الديزاين ده هعمله هنا؟ لان انا على فكره لما يكون عندي ديزاين ممكن مع عمري ما اتخيله على الهودي اللي انا لابسه مثلا، ممكن يبقى الصوره اكبر بكتير، مم. فده يخليني لا انا مش هعمل هودي، انا هعمل حاجه تانية، او ما اعرفش فاستك في النص واقف. انت مم. ليه اخترتي الشكل ده؟ بيعبر عني اكتر. مم. يعني اقدر اقول ان المساحة دي بالنسبة لي، يعني انا ببقى شايفة مثلا حاجات زي الكيمونو او الدرس او السكارف، دي كانفاس كبير ومتحرك. مم. يعني انت لما بتحط كانفاس في مكان معين in a way بيبقى متقيد بالمكان ده. مم. لكن انا لما ببقى عندي الحرية ان انا كأن انا الارت بتاعي طاير كده رايح هنا وفي كل حتة ويتلبس باشكال مختلفة ويتشاف في الشارع ويتشاف في ايفنتس ويتشاف في كل حتة. يعني فكرة ان هو ارت بس لايف دي كانت مهمة جدا. يعني انا كان ممكن اشتغل في حاجات الارت ده يتنفذ مثلا على انتيريور ديزاين، على مثلا. الفابريك مم. بتاعه، على كيرتنز، مم. وده وطبعا ده هيبقى اسهل بكتير. يعني مع مم. احترامي طبعا للناس اللي بيشتغلوا، اكيد كل جزئيه بس ليها كل صناعه ليها متاعبها. طبعا. بس انا بتكلم ان جنرال، لان طبعا الموضوع لما بيكون ليه علاقه بفاشن وخصوصا ذوق في ميلز فبيبقى اصعب، لان مم. انت مش سهل. مم. مش سهل ان انت تبقى بتوصل للناس ومش بس توصل لهم في قطعه ممكن يحطوها، لا دي حاجه جزء منهم بتعبر مم. عن شخصيتهم. مم. فيمكن انا اخترت الحته الصعبه. بس يمكن برضو ده جزء مني. يعني لو كنت هتسألني او نرجع تاني للسؤال بتاع تعرفي نفسك ازاي، انا حد عنيد جدا وبحب امشي ورا الحاجة. ما بعرفش اسيبها كده واقول خلينا في الحتة السهلة. لا، طب ليه دي؟ ليه دي اللي خلينا ورا دي؟ ولا بتمشي ورا انصاف الحلول نمشي يا ميشا، ايوه صح؟ بالظبط. انت لازم الحاجه تبقى خالصه كامله صح بالشكل اللي انت عايزاه، بالظبط واللي هو بالظبط. مش سهل. مش سهل خالص. أم، هنعرض بعض الحاجات على السكرين دلوقتي واحنا بنتكلم. فاكره اول رسمه مم. حولتيها من على ورق او على سكرين او ايباد مم. انتو لايف؟ طبعا. كان سكارف. على فكرة أنا أول لما بدأت بالسكارفز الأول. دلوقتي ما شاء الله احنا عندنا ناس شغالين في الديزاينز بتاعت السكارفز بشكل كبير جدا. وقتها ما كانش الدنيا قوي كده. وأنا برضو كان كل هدفي ايه هي الاوتفيت اللي هتبقى بالنسبة لي كانفاس مفتوح اقدر احط عليه الديزاين وارسمه ويتشاف كويس. فابتديت بجزء، يعني علشان انا برضو في موضوع ال البيزنس ما عنديش خبرة، فكنت بحاول امشي كده اجرب. فاول حاجة عملتها كانت السكارفز، وكان اول حاجة انا نقلتها وطبعتها وطلعت برودكت في ايدي كان ديزاين لفريدا كالو. انا يعني انا الست دي شكلا وموضوعا وفنا انا متأثرة بيها جدا، بحبها بحب الشغل بتاعها. هي من نفسها في حد ذاتها هي بيس اوف ارت. فانا الفايبس بتاعتها والالوان والخضه اللي انت ممكن تجيلك من تركيبه الالوان ومن الفلاورز، وفي جزء نيوترال كده دايما بيبقى موجود. الحاجات دي كلها كانت مؤثره فيا قوي، وكنت دايما بحب العب انت جايبه في لي الماتيريال دي الديزاينز. معاكي؟ الرسمه دي طبعا ممكن نعرضها. ممكن نعرضها؟ اه انا ما شفتهاش، اه بس انا هسألك بقى هنا سؤال. انت جايه على واحده مم. يعني رسوماتها او شكلها هي او صورتها هي موجوده في اماكن كتيره ومعروفه في اماكن كتيره. لما انت جيتي تعمليها
ما خفتيش يتقال ان انت بتقلدي او ميتو برودكت او ميتو ديزاين مثلا؟ ده سؤالي الاولاني. مهم. سؤالي التاني، لو انا عندي a piece of art، لو حطيتها على سكارف، السكارف عامة بيتلبس زي ما انت لابساه، مم. بيتربط على الرقبة، ممكن يتحط، الرسمة مش هتبان، مش مم. زي لو انت لابسة عباية او كفتان او كده. فجاوبيني على السؤالين دول. طيب هي فريدة اوريدي هي شخصية ايكونيك، مهم. فكون ان انت بتستخدمها علشان تطلع منها ارت، فانت بتشتغل على الكاركتر، مهم. بتشتغل على البين اللي ورا الستوري بتاعتها، مهم. لان هي برضو الستوري بتاعتها والمعافرة في الحياة واللي حصل لها صعبة جدا بالظبط. حقيقي. فانا كان يهمني فريدة كشخص وكفايبس مهم. الاتنين مع بعض. مهم. فانا ما كنتش قلقانه وخايفه، انت ممكن تجيب اي شخصيه بس انت مشكله انت هتوظفها ازاي. صحيح صحيح. وانا دايما لما بعمل، يعني انا الشغل بتاعي mainly illustration، مهم. انا ما باخدش الوش از يعني فوتو كوبي او بورتري. بورتريت، اها. لا انا بستخلص منه وببتدي اعمله لاينز واطلع بقى بالستايل بتاعي علشان احطه بشكل مختلف مهم. يعبر عني انا كديزاينر. مهم. فلا ما اعتقدش يعني احنا ممكن كلنا نقعد نرسم او نشتغل على فريدا كالو، كل واحد هيطلع الستايل بتاعه مهم. بشكل مختلف تماما. مهم. ده بالنسبه السؤال الاولاني. للسؤال السؤال الاولاني. التاني بقى، السؤال ليه التاني، سكارف؟ ليه حاجة ممكن هقول تخبي الرسمة؟ هقول لك السكارف كان بالنسبه لي مهم. هو سيف زون مهم. as starting business. مم. يعني احنا هنتكلم كخطوات، ان انا لما اجي ابدا اعمل سكارف ولا اعمل بقى سات واعمل دريس وبتفاصيل، مم. فكان مم. بالنسبه لي تجربه اللي هو ايه، انا عايزه اشوف بيبي ستابس. ايوه، لان مم. انا كمان انا مش عارفه، انا كل شغلي بيبقى فرشه وقلم وايباد مم. وهو ده هو ده، مم. فان انت تشوفه لايف دي مش حاجه سهله، مم. وان انت تعمل ده فانت محتاج تشوف الحاجه الاول. فكان ده لازم نعدي بالفيس ده الاولاني، وكان بالنسبه لي اختيار السكارف كان امن حاجه. ده طبعا لو احنا هنتكلم على كيمونو دلوقتي، لا الدنيا اوضح، مم. انت قادر ان انت تتحكم في الكاتس علشان خاطر تبين اللي انت الارت بتاعك هنيجي بقى للنقطة دي. بالظبط. لحظة، ممكن نشرح مم. ايه الفرق بين الرسم العادي مم. خلاص والإلستريتيف ارت؟ مم. لان دي اي ثينك انت شغلك مور انتو illustrative مم. خلاص. مم. فهو انا مش راسم وردة ولا انا راسم حصان ولا انا راسم كده. هو انت لما شفت الرسم اللي انت عاملاه، هو حقيقي انا بقعد اسرح قدامه، يعني اقعد ادور هي عملتها ازاي، الفكره منين، ففيها حاجه كده تاتش. وهو هنا الالستريتيف ورك يعني. فاشرحي لي ايه الفرق بين الالستريتيف ارت مثلا واي ارت تاني دايركت تو ذا بوينت او بورتريه، فاين كله ارت. او فاين ارت يعني. بص، يمكن دي حاجة أنا اكتسبتها من جامعتي ومن دراستي، لأن إحنا الأبلايد أرتس يمكن دي نقطة مفصلية ما بين الأبلايد أرتس والفاين أرتس، ما بين الفنون التطبيقية والفنون الجميلة. يعني إحنا أكتر، طبعا أنا كان من أمنياتي أن أدخل فنون جميلة وبحبها، وحتى يعني من ثقافتي، وكنا دايما بنروح ولينا أصحاب كتير هناك. ولكن لما دخلت فنون تطبيقية، هو ازاي انت بتطبق الفن في الحياة، يعني فن تطبيقي من اسمه بمنتهى بالظبط صحيح literally. بمنتهى البساطة. اه فانت بتدرس ارت، بس ارت يستخدم، يعني ارت تقدر توظفه، تقدر تشوفه، يعني بأبسط تعريف ليه ان هو تقدر تشوفه مستخدم مثلا يعني. وانا كنت دارسه اعلان ودارسه جرافيك ديزاين، يعني كانت الحته دي، فالتركيبه دي ما بين ان انا بعرف ارسم فاين ارت، يعني انا اقدر ارسم بورتريت، وقعدت فتره كنت بعمل ده كتير جدا، ولوحات زيت وكل الجزء ده، بلس الجرافيك ديزاين والإلستريشن، وان انا استخدم برامج زي إلستريتور وفوتوشوب، وان انا اعمل كولاج. فكل ده مع بعضه يمكن هو ده اللي شكل الستايل بتاعي. فانا باخد الجزء اللي هو الفاين ارت، وببتدي ابسطه، وببتدي اشتغل فيه في اوتلاينز عشان اطلع منه
بإلستريشن، اقدر بعد كده ان انا اطعمه بباترنز، اقدر على حسب بقى المود او الحقبه بتاعه الشغل اللي انا عايزه اشتغل عليه. لما عملتي السكارف مم. وطلع للنور كده، مم. عملتي ايه بعد كده كنت يعني؟ مبسوطه قوي. وانبساطك ده اترجم ازاي يعني؟ شفتي شغلك مطبوع، هل شفتي شغلك اتباع بعد كده؟ هل بعتيه؟ ولا انت وقفتي عند مرحلة السكارف لطيف بس مش ده اللي انا عايزاه، عايزة حاجة تانية؟ بص، زي اي حد مر بالتجربه دي، وانا مم. بقولها وكل ثقه مم. ان احنا كلنا مرينا بمرحله ان انا بعت لاصحابي واهلي، طبعا. وهم طبعا كان الباك بون في عافية، كل. هو هيشتروا بالظبط حلو ووحش بالظبط، هيشتروا الله يعني عارف انت. فطبعا الفيس ده ودي حاجه حلوه جدا على فكره، مم. لان انت هم كمان بيبقوا مرايتك يعني. صحيح. اكيد طبعا بيبقى في شويه كومبلمنت، ومهما هتعمل صح. هيبقوا دايما بيحاولوا يدوك الانرجي الحلوه علشان تكمل. ولكن انت بتقدر تقرا من عيون الناس ايه اللي ظابط، ايه اللي مش حلو، ايه اللي فدي خطوه مش وقريتي وحشه ده؟ خالص. انا عملت ده. مم. عملت ده وكنت في ال في المحيط بتاعي. اوكي. لكن انا ما رحتش عملت سكارف وطبعته وبقيت ببيع لكاستمرز وبقيت، لا طبعا. مم. دي بروسيس مم. واتس بينفول حقيقي، يعني مش احنا هنيجي سهله. عند نقطة بينفول دي، خلينا ماشي. احنا في الهدوء الاولاني. لسه. خلينا ناخد موضوع التشالنجز دي في السؤال اللي بعد اللي جاي. بس انا السؤال دلوقتي هو انك انت شفتي الفيدباك من اصحابك وقرايبك على الشغل اللي انت عملتيه. الخطوة اللي بعدها قررتي تعملي ايه؟ هل انك تكملي زي ما انت تشتغلي على نطاق اوسع، ولا تغيري الموضوع؟ خدت الجرأة شوية مم. ان لا، ليه سكارفز بس؟ اه. ليه لا، خلينا نعمل حاجة تانية. وكان ساعتها في اختيارات كتيرة، وانا اخترت برضو علشان انا يعني كل الفوكس بتاعي الارت يتنفذ ويطبع ويتشاف. ما كانش يهمني. يعني في حاجات معينة ممكن كجرافيك كفاشن ديزاينر يبقى مهتم بيها اكتر. انا كانت بالنسبة لي تعتبر ثانوية مثلا. وانت يعني دارسة فاشن؟ انا دارسة ديزاين، جرافيك ديزاين. اه. الفاشن ده جزء كان من الدراسة بس هامشي، يعني الاوتلاينز، الالوان، تركيبة الالوان، كل ده مدروس. انما كفاشن از ميجر لا. لا، غير الميجر، انا قصدي هل واخده كورس للفاشن مثلا؟ اصل ان انا اخش في فاشن حتى لو انا بفهم فيه كويس او كده هو جراءة. تمام. واي بزنس بنخش فيه بيحتاج حاجتين. بيحتاج اني ابقى فاهم الاندستري دي او الصناعة دي عاملة ازاي. رقم 2 يبقى عندي باشن للحاجة دي، لاني الحاجة الوحيدة اللي هتعديني اتخطى العقبات هو الشغف بتاعي. خلاص. فانتي ما درستيش فاشن صح؟ لا ما تمام. درستش فاشن از فاشن. اوكي. لكن انا بتعلم من البروسيس. تمام. وانا كين قوي للحتت دي، واقعد وابقى عارفه ده الكات بتاعه ازاي، وده كده اريح، وده كده اظبط. ويعني الحاجات دي ممكن سنس ليه علاقه بان انا يعني ايدي مش بعيده، يعني في كل الحاجات اللي ليها علاقه بالديزايننج في العموم. فانا مش شايفاها بعيده، او يمكن دي تكون ملكه او حاجه عندي. بس انا ما كنتش بعاني خالص من ان اللي هو ايه، لا انا مش عارفه ده ممكن تعمل وما ازاي. احتجتيش انك انت تاخدي راي حد اكسبرت في الفاشن مثلا، خبير او كده؟ اقول لك على حاجه. انا من زمان ما كنتش هعرف، من وانا يعني انه في ثانوي ما كنتش اعرف لما يبقى عندي ايفنت او مناسبه او اي حاجه ان انا انزل اشتري فستان او الحاجه اللي انا هلبسها. ما كنتش بعرف اعمل ده. كان الموضوع ده بورينج جدا بالنسبه لي. انا لازم انزل والف واجيب القماش واجيب الاكسسوار واروح واقول انا عايزه اعمل كذا وناخد ده كذا ستايلينج بقى. وكنت بمشي البروسيس مع الخياطة وكنا بننفذ ونعمل كل حاجة from A to Z.
واعتقد ان دي ممكن تكون هي السبب اللي مخليني كان عندي الجرأة او اتليست البيزكس ان انا فاهمه ده مم. بيتعمل ازاي. مم. يعني انا يعني الخياطه حبيبتي ربنا يديها الصحه، اللي انا كنت بتعامل معاها ديا كانت بتبقى مستغرباني جدا، وكانت دايما بتقولي انا ما بشوفش حد، ما عنديش حد زيك، مم. ما فيش واحده بتيجي تقعد على ايدي من الصبح تمشي بالليل واخده الدرس بتاعها معاها حقيقي. مم. فكنت بروح وتقعد تقول لي انت بتعملي حاجات غريبه قوي، انت يعني اللي ايه؟ عامله الديزاين بتاع الدرس؟ يعني انا كنت وكان بيبقى احيانا مش مقري، لكن هي لما كنا بنخلصه كنت تصدقي والله ده شكله طلع كويس يعني جميل، وما كنتش متخيله ان هو هيطلع كده. فانا من الاول وانا الحته دي انا بحبها وبحب دايما اعملها، ومعروف عني ان انا في مناسباتي ان انا كنت دايما بعمل كل حاجه بنفسي، بحبش اروح اخد حاجه على الجاهز. طيب بعد ما انت فاهمه في الموضوع ده امم وطلعتي من الاسكرفات وقلتي انت عايزه تعملي حاجه امم تتوسعي بيها اكتر، اخترتي ايه بعدها؟ الكيمونو. الكيمونو. الكيمونو ده كان سنه كام بقى الكلام ده؟ بص انا صعبه جدا في الارقام، اوكي. بس احنا انا بدأنا في الكوفيد 2020. يعني اوكي. من 2020 اه 2021 يعني في within الرينج ده، مم. واستمريت شهور على السكارز، وبعد كده ابتديت في الكيمونوز. مم. ولا زالت معايا الكيمونوهات، يعني هي الكيمونوهات عالجت حاجه معينه مم. لما نزلت كحاجه موضه، مم. ولسه مستمر مم. ان هي كفرنج مودستي، مم. تلبس على اي حاجه، مم. تتلبس في اي وقت، مم. وبالتالي هي من الحاجات اللي استمرت ولسه موجوده لغايه دلوقتي. مم. وده ساعدني كتير، مم. يعني ما كانتش حاجه كده موضه ترند قعد له كام شهر صحيح. وخلص. ده الرجاله دلوقتي ليهم كيمونو كمان. ايوه يعني عاملين هنا ايوه وعاملين هنا، ايوه وبراندات كبيره، براندات رياضيه كمان عامله كيمونو تحت مم. رجاله، وهو حتى يونيسكس بيمشي هنا وبيمشي هنا. بالظبط. انت دخلتي في الصناعه دلوقتي، مم. قلت قررتي ان انا عملت سكارف طلعت كويس، بعد مم. كده قمت دخلت بعد كده عملت كيمونو. فانا هنا تحولت من هاويه وارتست قاعده مم. لحد انا بدات اطلع الشغل عايز الناس تشوفه لصناعه. مم. احكي لي بقى بدايه الصناعه دي عامله ازاي، والسؤال اللي وراه الطريق بعد كده عامل ازاي، لو حد النهارده بيسمع هنا وعايز يستارت اب، عنده باشن زيك في اي حاجه. اصل هو البروسيس مم. بعد كده والطريق مش ممهد خالص، عشان اي حد بس بيفهم ان يفتكر ان الله بيشوف المنتج النهائي شكله جميل يبقى قد ايه الحياه كانت قبلها جميله، which is مش حقيقه. فانا عايز اللي بيسمعك ياخد الخبره منك، اكيد هيبقى ليه خبرته هو كمان او هي كمان، ولكن لو انت حكيتي البدايه من الصناعه لما تحول ده مم. كانت ايه؟ هقول لك انا مم. بالنسبه لي الموضوع كان complicated شويه، كان في شويه تعقيدات مم. بسبب ان انا آه، مقيمه في دوله او في مكان، والاودينس بتاعي والتصنيع بتاعي مم. انا كنت بعمله في مكان، مكان تاني. والموضوع ده مؤلم جدا. مم. لان طبعا اي حد سامعني ممكن يقول لي هو انت ازاي اصلا كنت عملتي ده او كنت فكرتي انت تعملي ده؟ احنا بنبقى موجودين وبنبقى مع المصنعين والدنيا كمان ما بتبقى ظابطه. مم. فانا عانيت كتير، لان انا كنت بعمل كل حاجه بالكوميونيكيشن، اتصالات. مم. فانا كنت بدور وما كانش عندي الريفرنس، ما كانش في حد مديني الحاجات دي. مم. فانا ليترلي كنت بادئه من سكراتش. مم. فكره ان انا ادور على مصنعين، كنت بدخل على كل المواقع واقعد اشوف واتفرج واجيب ارقام واتواصل معاهم وابعت لهم ونتكلم على الواتساب ويبعتوا لي ونجرب عينات. والعينات طبعا البروسيس نفسها طويله، من اول ما ببعت الديزاين لغايه ما بينفذوا العينه، لغايه لما بمانج ازاي هي تجيلي في البلد اللي انا فيها ولو في تعديلات. فالموضوع كان صعب جدا. فالفقره دي على قد ما هي كانت مؤلمه، على قد ما انا اتعلمت منها حاجات كتيره جدا. مم. احنا عندنا في مصر كل حاجه دلوقتي بقى فيها طفره
فيما يتعلق بالفاشن. مم. موضوع اللوكال براندز ده يعني يفوق ناس كتيرة وفوق الصناعة اللي هي اللوكال. وعلم من الذوق العام كمان على فكرة، بالظبط. وده مفيد أكيد. لكل الاندستري دي ان جنرال وكل أكيد. المصنعين. بالظبط. مم. هي الفكرة بقى زي ما نقول كده ايه الشطارة اللي بيبقى شاطر هو اللي بيعرف يوصل لمين ازاي، مم. وبيعرف يعني يعمل الحاجة صح بشكل ما يبقاش مبالغ فيه. يعني انا النهارده علشان اقعد ادور على حاجة معينة وافضل لازم ابقى عارفة حدود وامكانيات المكان ده هيقدر يطلع لي الشغل ده، مم. واعرف امتى مم. النتيجة مش هتطلع زي ما انا متوقعها وانا محتاجة اروح مش بس لتراك ده تاني. بالتجربة، يعني انت بالظبط. النهاردة لازم تبعتي وتشوفي وتجربي فتبدأي تعرفي مم. ده كويس ولا وحش. ولو احنا قعدنا وقت شوية بنجرب فيها هيبقى فيه هدر كتير قوي لماتيريالز للطاقة، بس كل ده في حتة والنفسية بتكون في حتة تانية خالص، لأن احنا الواحد منا يدفع شوية فلوس اونلاين يشتري بيها حاجة هو شايفها في الصورة تجنن، تيجي يلبسها تطلع وحش. هو عارف ان هو هيرجعها بس هي خلاص بقى اكتئب وبروسس ده يعني بروسس، ده كلام ايه، ده هو بيشتري حاجة أي. مش بيصنع حاجة. فما بالك باللي بيصنع اللي هو زي حضرتك كده. العامل النفسي هنا مهم جدا، وده هيبقى سؤالي اللي جاي. العامل النفسي لميشا وهي بتعمل ستارت اب شغل، الشغل ده انت مش داخله از بزنس وومن، ودي نقطه مهمه جدا عشان كل الناس تفهمها. انت داخله كارتست، انت تحولتي من ارتست لديزاينر، فاشن ديزاينر سلاش هتبقي بزنس وومن بقى. خلاص ما احنا هنبدا في اندستري. الفرستريشن هنا او الاحباط اللي بيجيلك في الاول ان انت فنانه وبعتي حاجه تتصنع جاتلك بشكل تاني خالص. احكي لنا على النقطه دي، اصل النقطه دي هي اللي ممكن تخليكي يا تكملي يا ما تكمليش. كثيرا من العياط ومش مكملة طب وفلوسي خلصت طبعا وحرام عليكم، وينفع الكلام ده من ده كتير كتير كتير، لدرجة ان انا خلاص بقيت متأكدة ان هو ده بقى جزء من البروسيس لازم يحصل. لازم يحصل. اكيد مش زي الاول، اكيد احنا بنكتسب خبرة وبقى الواحد ليه نظرة، بس بيحصل وده طبيعي جدا. خسرت فلوس كتيرة جدا، صرفت على ماتيريالز، في جزء كبير كان غلط مني انا، لان انا كنت من الواحد لما بيبقى عنده الباشن قوي بيبقى مندفع، صح. فممكن اجري على ماتيريال معينه وهي دي هي دي بس ما تنفعش، وعاند ولا هتشتغل فيها هي دي اللي هتطلع، وما اسمعش ونجرب تطلع مش هي، ما ينفعش. بس دي مش خساره فلوس على فكره، ده انت بتدفعي عشان تتعلمي. صح. زي ما بتاخدي كورس في مكان بتدفعي له فلوس، انت هنا بتدفعي فلوس للحياه عشان تتعلمي، والا انت ما كنتيش دفعتي لهم، ما كنتيش خدت الخبره، ما كنتيش. النهارده بقينا قاعدين بنتكلم على تاريخ لطيف. انت وقتها انت ما كنتيش اكيد بالمنظر الاريحيه اللطيفه اللي انت قاعده بيها، صح؟ طيب وبعد كده بعد الفلوس اللي اتدفعت وانك انت طلعتي في الاخر ببرودكت، ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ خلاص بقى في ايدك حاجه، عملتي ايه؟ لما ابتدى اولا انا بس عايزه يعني المراحل اللي انا مريت بيها دي كان لازم اعمل تعديل مسار، يعني لازم اوصل لبوينت وقناعه ان في حاجه لازم اضحي بيها، يعني هضحي بصحتي النفسيه وبالوقت الجبار اللي انا بحاول ان انا اعمل الكوميونيكيشن عشان اتواصل مع حد، او ان انا اضحي بالجزء المادي علشان خاطر اوفر طاقه واوفر حاجات كتيره واقدر ان الحاجه تبقى قدامي. فبقى التصنيع ما بين مصر وما بين المكان هنا في الامارات، لان انا ما بين الاتنين دلوقتي،
وده نوعا ما خف الحمل الذهني عني شوية. مم. بقيت بعرف ايه الحاجة اللي انا عارفة ان هي في بلدي هتتصنع وهتبقى قيمة واقدر اخد البرودكت ممتاز، وايه الحاجات اللي برضو اقدر اصنعها في مصر مفيش اي اختلاف، ولكن المتابعة فيها مهمة. مم. وجودي الشخصي في كل المراحل مم. دي حاجة ما مش هتنفع ان هي ما تحصلش. مم. وده كان قرار بصراحة، قرار صائب جدا ان لازم ده يحصل. فده بس علشان يعني التجربة وفي فلوس كتيرة اتصرفت، بس انا كنت بعاند اللي هو لا، انا مش انا خليني اصنع في بلدي احسن فلا، لازم الواحد يعرف امتى يقف ويشوف هو وصل لايه ويعدل في البلان بتاعته. هنا تصحيح المسار، هو المسار انت لسه ماشيه على نفس الباشن بتاعك مم. والارت دايركشن بتاعك. مم. تعديل المسار اللي انت عملتيه هو تعديل مكان بلان، البلان بس، تعديل الخطه البلان. بتاعتك بس. ده قصدي. يعني اه. يعني انا ماشيه، ولو انا عندي بلان بعملها كوست وايز وكل حاجه، كانت هي دي بالنسبه لي الايديال. لكن لما اتنفذت على ارض الواقع ما طلعش ان ده حقيقي. طلع ان في حاجات تانية انا كنت بخسرها، بخسر صحتي وبخسر وقتي وبرضه خسرت فلوس. فكان لازم ان انا ابقى فاهمه ايه يتعمل فين عشان اخد افضل نتيجه ويبقى الخسائر اقل. طيب، النهارده انت عندك اكتر من برودكت موجودين ما شاء الله، يعني هو مش اكتر من، انت عندك برودكتس كتير ما شاء الله. الفكره انك انت ازاي محافظه على نفس ستايل الارت بتاعك زي ما بدأت بيه. هو سؤال في النص كده، هو اللي انت الارت اللي انت عاملاه النهارده هو نفس شكل الارت بتاعك، الالستريتيف ارت بتاعك اللي في الاول، ولا ده كمان حصل تطور؟ التطور لازم، والا يبقى احنا بنتعلمش. لكن الستايل لازم يفضل زي ما هو. ودي على فكرة حاجة خارجة عن إرادتنا. يعني زي كده تركيبة شخصيتك، الفينجر برينت. بالفينجر برينت. يعني احنا كأشخاص مهما عدى بينا الزمن، حتى لما بنقابل صحاب من زمان، يا انت لسه زي ما انت، يا انت سواء بقى لينا لازمة، اقصد اللازمة يعني أيوة. حاجة في الكلام، في الطريقة، صحيح. في التعامل. فاعتقد برضو بنسبة كبيرة ان موضوع البصمة الفنية دي لازم مهما انت تطورت، بس خصوصا الناس يعني الشاطرة او الناس اللي فعلا بتعمل الحاجة بحب، لازم بيبقى لها لاين خاص بيها. يعني انا اول ما هشوف الرسمة دي ميشا، خلاص. انا ما كنتش اعرف كده على فكرة، انا ما كنتش اعرف كده عني. يعني انا بتفاجئ. انا يعني مجال شغلي اللي انا بشتغل فيه عندي ميزة ان انا بتعامل مع كالتشرز مختلفة، تقريبا جميع جنسيات. وده ريفلكشن حلو جدا، لان انا بشوف شغلي بعيون كالتشرز مختلفة، وناس من ثقافات مختلفة، وناس من يعني البعد الفكري بتاعهم مختلف تماما، الليفلز غير. في ناس مهتمة بالارت وناس مش مهتمة، وفي ناس تحب الموضة وفي ناس they are not interested. فكل ده لما بيجوا مثلا ويقولوا لي this is you، يعني ما اوريهم this is so you، يعني دايما بيستخدموا فانا ببقى يعني انا بشتغل عشان انا بحب الحاجه دي. ما بقعدش اقرر اقول هو ده ميشا، انا لازم اعمل دي عشان تطلع شبهي. لكن انا لما باجي ابص على شغلي بتفاجئ ان هو it does have a pattern. سواء بقى pattern visually، الباليت بتاعت الالوان، اختيارات الالوان، البولد لاينز او الستروكس. انا هقول حاجه كراجل، ولكن دي ليها ريفليكشن مختلف شويه. انا لما شفت شغلك انا شفت فيه السهل الممتنع. ويمكن لو في ميل هي اللي قاعده مكاني ممكن كانت تسال الموضوع ده بطريقه مختلفه، او شايفه ان انا اللي بقوله ده عادي، او سؤال ساذج بالنسبه ليها. بس انا كراجل شفت ان في تركيبه الوان بالمنطق لما نحطها جنب بعض ما نحسهاش ان هي تمشي، لكن لما شفتها عندك انا ارتحت. رغم ان هل هي جريئة، ولا هي تمشي بس بالدرجة دي
ومهما انا نزلت مثلا اجيب ده ال التوب ده مع البنطلون ده او كده، ممكن ما تظبطش خالص معايا. مم. تمام. رقم 2، انت بتعملي كومباينيشن من الارت ورك، انك عندك باترن زي اللي انت لابساه مم. وتقومي حط عليه رسمه. مم. قولي الكلام ده لاي حد، انا عايزك بقى تعمل لي باترن كده وتحط لي عليه رسمه، ايه الدوشه دي، ايه الدوشه دي؟ خلاص. اجي عندك مم. اقف، لا ايه الحلاوه دي؟ مم. فاحس ان هل ده سهل ممتنع فانت بسيطه قوي للدرجه دي، ولا الموضوع صعب قوي؟ فساعات هو انا مش لازم اسال نفسي وانا استمتع باللي انا شايفه وخلاص. مم. انت بتعملي ده ازاي؟ آه، في حاجة بس أنا افتكرتها دلوقتي وأنت بتتكلم، كان بوست كده قعد شوية على السوشيال ميديا، كانت الديزاينرز بيحطوه من كتر يا عيني ألمهم من الكلاينتس. بيقول لك يعني إن انت مثلا لما ما بتعمل لحد لوجو او بتديله البرايسنج بتاع اللوجو، فتقول له مثلا ده ب $500 مثلا، يعني I'm assuming. فيقولوا ليه ده شغل 5 دقايق، ده انت حطيت اللاين الفلاني. يقولوا لا، ده مش شغل 5 دقايق، ده شغل 5 سنين جامعة مثلا يعني، او ده شغل 10 سنين خبرة. فانا فعلا احنا بنوصل لمرحلة ان انا ممكن احط ده جنب ده ويبقى بالنسبة لي انا كميشة هو سهل. بس سهل ليه؟ عشان في سنين طويلة قوي، في دراسة، في تعب، في مجهود. وانا درست ده، يعني ده برضو يجي الجزء الاكاديمي. يعني انا ما صحيتش من النوم قلت انا هحط ده جنب ده ويلا ولو ظبطت. لا، انا عارفة ان في مليون درجة اخضر وفي مليون درجة بني، ومش اي درجتين يجوا جنب بعض. الجراءة في ان انا احط لونين لو انت قلتهم لاي حد يقول لك لا 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 لا، دي ازاي يعني ده يتحط جنب ده؟ الرجاله بيقفوا مم. قدام لو مم. دخلوا مع مراتاتهم او الكابلز بتوعهم، مم. درجات الروج اللي موجوده عامله ازاي، فلا لا لا انا هستيب باك، انا مش هقف مم. انا شايفهم كلهم لونه احمر. ايوه. خلاص. وانا من الرجاله دول، مم. لكن رغم ان انا شغلي في الالوان، مم. بس بقف ساعات ان لا هو مور لس مم. الجريدينت قوي مش واضح هنا. مم. لما جيت شفت الحاجه عندك، انا شفت الفروقات دي تو بي مم. اونست، وشفت ان لا هو فعلا هو في فرق ما بين اللون ده لما يتحط مع اللون ده هيطلع عامل كده. في حاجه اكيد انت عارفاها بس ممكن يبقى في بعض الناس ما يبقاش عارفاها، احنا مخنا مقسوم 2، المخ اليمين والمخ الشمال. مم. المخ اليمين هو الناس اكتر اللي بتبقى فيجنري، عندهم رؤية، يقدروا يشوفوا الحاجات قدامهم في مم. الخيال. مم. والجزء الشمال هو الجزء التحليلي اكتر. كلنا بنشتغل بالجزئين بتاع مخنا، بنشتغل باليمين وبالشمال، بس في ناس بيبقى عندهم النص الشمال هو اللي مسيطر مم. اكتر، اه ودول يعني. اللي بيشتغلوا اكتر في الحسابات وبيشتغلوا في الابحاث واللي بيشتغلوا كده. والفنانين اكتر اللي بيقدروا يشوفوا زي ما انت بتقولي، انا بروح اعمل الديزاين عايزه اخيط ده عند الخياطه او عند اللي هيصنع لي ده، انت شايفه الحاجه مم. قبل ما غيرك يشوفها، وده اللي بيستخدم اصلا الجزء اليمين. فانت انا بس مش انت هتقولي لي انك انت الدراسه، لا هي الدراسه مهمه، لا بس في موهبه فيها بتبقى هديه من عند ربنا موجوده عندك، صح. انت متواضعه انا عارف بزياده، بس هي هديه ربنا مديها لك، مم. انك انت تقدري تشوفي حاجه انا ما اعرفش اشوفها، غيرنا ما يعرفش يشوفها. في ناس اكيد طبعا تانية بتعرف تشوف الكلام ده، مم. بس ده اللي بيفرقك عن اي حد تاني، صح؟ ده حقيقي ومتفق معاك تماما، بدليل ان في ناس كتيرة شاطرة جدا جدا في الستايلينج، مم. هم ما درسوش صحيح. وبيعملوا حاجات يقولك ازاي حطت ده على ده وازاي طالع حلو كده. مم. فهي طبعا ملكة، بس مم. الدراسة مهمة. مم. ليه بقول الدراسة مهمة كمان، او هي اتليست بالنسبة لي ده من الجزئية بلس ان انت عندك السكيل دي اوريدي جواك، مم. بس مع الدراسة انت بقيت بتجرب. مم. يعني انا ممكن ابقى انا بقول ايه، انا لو حطيت ده جنب ده او اشتغلت على الباترن ده وحطيت فوقيه رسمة مش تبقى مزعجة. مم. ده موضوع صعب جدا ان انت تعمل باترن وتحط فوقيه كمان وستيل يبقى الناس حباه، مش يقولوا ايه ده ازاي ازاي. الزحمه دي. فالموضوع ده كمان لان انت بتجرب طول ما انت بتلعب وايدك في الخامات يعني الاكسبيرينس
هي دي كمان اللي بتخليك تبقى عارف، بقى عندك زي كده مكتبة في مخك، انت بقيت عارف وجربت والتجربة خليتك تبقى عارف النتيجة او متخيل النتيجة. مم. فدي حاجة مهمة جدا. يعني انا لو هنصح حد او حد عايز يجرب او يشتغل في حاجة زي كده، آم، حتة الموضة اللي هي تبقى out of the box، ولا ان انت تبقى بتجرب، جرب، العب، اعمل كولاج، حط قماش جنب قماش لون تاني، ما تخافش. في ناس كتيرة بتخاف من الألوان مم. وتقول لك لا خلينا في، يعني هو الأسود جنب الأبيض ده لطيف هو في قوي، احلى من كده؟ مم. الأحمر ما اعرفش جنب الرماد، اه. يعني مم. الحاجات اللي المتعارف عليها. مم. بس الأحلى والانترستنج أكتر هو إن أنا أحط لون مستحيل حد يتوقعه جنب لون اه. تاني، بس مم. هحطهم جنب بعض ازاي، مم. هربطهم ازاي. مم. هي دي هي دي القصة كلها او اللي بتفرق. هاخد بقى من كلمة القصة كلها دي، مم. وانتي ايه قصة الرسومات بتاعتك؟ هو انا يعني اللي هيخش على الويب سايت عندك وهيخش على الانستجرام بيج والتيك توك وكده، هيشوف انك عندك مم. مش شكل واحد على كل حاجة. انا كمستقبل اللي انت بتحطيه، مم. انا شايف خلف كل حاجة في حكاية، خلف كل ديزاين في حكاية. وانا مش هقول انا شفت ايه قعدت قدامه اتفرج واتخيله مبسوط بيه جدا وابني حكاية في خيالي، لكن انا هسيبك انت تحكي لي مم. ايه اكتر حكاية حكيتيها في راسك وقمتي محولها لديزاين. مم. وهل فعلا انا متخيل صح ان كل ديزاين انت عاملاه وراه حكايه؟ اه، مم. انا ما بعرفش اشتغل من غير ما يبقى فيه حدوتة، مم. لان هي دي اصلا اللي بتستفز فيا مم. الرسم والسكتش الاولاني. لكن انا ما بقعدش اكرر، ما بعرفش اقعد اقول ايه ده، احنا عندنا سيزون الصيف يلا بينا، طب في ايه بقى في السوق، ايه الدنيا، مم. احنا عندنا ايه اصفر واحمر واخضر يلا بينا، إيه عايزين، ايه كروب توب، عايزين دريس، عايزين اكيد طبعا انا براعي ده. مم. يعني علشان نكون صراحة، لان في الاول وفي الاخر انا مش هعمل ارت يتحط في ميوزيوم، صح. مش هحطه في متحف. حقيقي. مم. انا محتاجة ان الارت ده يتحب ويتلبس والناس تحس ان هو برضو ترندي وكل حاجة. مم. بس انا اقصد ان الشغلة الاولانية ما بتجيش كده. مم. لا، انا بستفز من احاسيس معينة حصلت او فكرة او ميموري، والميموري دي هي اللي بتخلي الموتيفة الاولانية او الباترن الاولاني. بعد لما بشتغل على الباترن الاولاني دي ببتدي بقى ابني واشوف ايه هي الالوان اللي تمشي معاه ومع المود بتاعه، مم. وبطعم بالجديد. مم. يعني اذا كنت انا شايفه ان المود اللي انا شغاله بيه على باليته معينه، بما ان انا الحمد لله عندي جرأة في الالوان، فما بخافش، فبشوف ايه المتاح، ايه اللي هيبقى المفروض متوفر في السيزون اللي احنا فيه، وببتدي اطعم بيه علشان يبقى انا عملت بالانس ما بين فكرتي وما تنزلتش عنها، وفي نفس الوقت بدخل شغل الترندي معاه. فلازم ورا كل حاجة لازم بتبقى الشغلة الأولانية دي فكرة أو قصة. دي فكره. انا عايز الحكايه ذات نفسها. مم. يعني انت حكيتي لي حكايه عن اول ديزاين انت عملتيه وكنت انسبايرد ونزلتيه على طول على سكارف، وبعد كده اتحول بعد كده مم. البروسيس بقى مشينا واحده واحده. ايه قصه؟ يعني لان انا شفت مثلا في ديزاينز خط عربي، مم. وبعدين شكل فارسي، مم. وبعدين باترن تالت خالص. فهو هو كله يحمل البصمة الفنية لميشا مورجان، مم. ولكن كل حاجة طالعة. ايه اللي يخليكي تقعدي؟ انا قررت اني لا، هو انا مش هعمل الديزاين ده، انا هكتب مم. مثلا. مم. هل انت بتبقي احداث حواليكي بتعملي ده فبتقرري تعملي ده؟ هل حسيتي بحاجة وقتها وانت في مود مختلف دلوقتي، المود ده العروبة مم. الأصيلة، أنا في مود دلوقتي مصر القديمة وهبدأ أعمل، يعني إيه المود اللي أنت بتشتغلي بيه أو الحكاية إزاي بتبدأ؟ أنا عايز أجيب الرسمة دي مم. من أولها فين؟ هقول لك، يعني انا هديك امثله، خلينا نشتغل على الحاجات اللي انا اوريدي عاملاها كديزاينز. آه. يعني انا في ما كنا بنحضر الكولكشن بتاع رمضان،
آم، انا حد متاثر جدا جدا، وعندي حب شخصي للشيخ الله يرحمه النقشبندي. مم. وده جزء من هويتنا، انا اعتقد احنا كمصريين كلنا متاثرين بيه. صحيح. وعلى المستوى الشخصي انا ليا ذكريات، لان انا دايما كنت بروح عند ام جدتي. يعني ما شاء الله لما كانت عايشه ربنا يرحمها، كنا بنسافر البلد وكنا بنروح نقعد هناك وكنا بنسهر، وكنت دايما الصوت ده كان بيبقى موجود في الابتهالات تقريبا وقت المغرب، وكمان عند الفجر قبل صلاة الفجر. فأنا الفترة دي وشكل القرية والضوء بيطلع ده وقت الفجرية، وصوته على المكبرات بتاعة المسجد، دي محفورة جوايا أنا، ومرتبطة جدا برمضان. يعني بخلص السحور وفاهم قصدي، وبعد كده أذان الفجر. دي قصة شخصية، لكن انا عارفه انها ما تمسنيش انا بس. يعني اكم من حد خصوصا من جيل الثمانينات زينا وهو مرتبط بالصوت دون والابتهالات والتواشيح، حتى كانت بتيجي في التلفزيون في رمضان زمان، يعني في التلفزيون وقت برضو قبل صلاة الفجر وهكذا. ودي كانت، انا قلت انا عايزه اعمل حاجه، بس لازم تبقى حاجه فيها ما اقدرش ابعد عن الروح بتاعه الكلام بتاعه، لان هو ده اللي بيمس القلب قوي. فهروح لفين غير ان انا اكتبه ان هو يبقى متشاف. فدي كانت من مثلا من الكولكشنز العزيزه عليا جدا، ابتهالات النقشبندي، وكانت اسمها مولاي، ونزلت في رمضان الحمد لله. يعني عملت يعني الناس تفاعلت معاها روحيا كمان اكتر بكتير من اي حاجه تاني بسبب الميموريز دي. انا اعتقد شفتها، اللي هي مولاي اني ببابك، صح؟ ايوه. فيعني هو انا اول ما شفتها طبعا جالي نفس الاحساس. يمكن انا ما عنديش نفس الحكايه اللطيفه اللي انت حكيتيها، بس انا عندي نفس كنا بنسمعها في رمضان. ايوه كانت بتيجي، ولان احنا تقريبا مرورلس نفس الجيل، فاتربينا على ان دي بتيجي في الوقت ده. فانت ربطتي الذكرى الزمنيه خلاص بالسمعيه، وحولتيها البصريه، وحطيتيها في شكل تيجي في الوقت، في الموسم بتاع الحاجه دي. وانا بشوف ده ذكاء عالي جدا بصراحه. حتى الخامه، الخامه بتاعته. يعني انا فكره الافطان حقيقي ما كانش مرتبط بان الافطان اتس ترند بينزل كل رمضان مؤخرا. بس انا بالنسبه لي الافطان ده افطان الشيخ اللي بيبقى داخل علشان يقدم. ده الخامه الماتيريال الكتان البيور اللي فيه الدفى والفايبرز والخيوط بتاعه لبس العمده. لبس العمده بنفس الوانه بتاعه زمان. فتحس ان كده الروحانيات كلها اتليست انا شايفاه كده. انت خدتيني دلوقتي في حته، يعني انا ما اعرفش هل اللي هيسمعنا او يشوفنا هيتخيل نفس الحاجه ولا لا، كل واحد تخيلاته. انا تخيلت ان مشهد سينمائي جدا، وفي شيخ او امام داخل المسجد من ظهره، والدنيا ضلمه، والسبوت لايتس بتنور، في بيبان في ظهره بس كده الكلام مولاي اني ببابك، وبتبدا تنور لحد ما بيخش صوت النقشبندي وهو بيقولها. وهنا يعني جميله قوي الحكايه. وانا متهيألي ميشا ان كل ديزاين تاني انت عندك حكايه زي كده. ده حقيقي. والناس ممكن تعرف الحكايات دي. هل انت كاتبه الكلام ده؟ هل الناس وهم بيشوفوا الحاجه دي وعايزين يقتنوها هيبقوا عارفين الحكايه دي؟ مهم جدا. دي حاجه مهمه جدا، ودي من البلان اللي المفروض ان هي هتبقى معانا في كل كولكشن، سواء بقى كابسول كولكشن صغنون او كولكشن كبير، ان احنا بنشير وبنقول للناس احنا حسينا بايه، او انا مينلي كنت حاسه بايه، وانا بحط الخطوط الاوليه وكنت بفكر في ايه. لان انا متاكده ان هيبقى في ناس كتيره جدا بتشاركني، مش لازم يبقوا عاشوا نفس اللحظه، بس they appreciated، حاسين ان احنا عايزين نمر بالتجربه، بدليل ان انا ليا اصحابي اجانب
يعني في ناس كمان بعيدا عن صحابي حتى كانوا بيخشوا يقولوا لي احنا عايزين نعرف ايه اللي مكتوب. مم. يعني الكتابة العربي it sounds unique but we need to understand what does it say. وحتى شكلها حلو، يعني هم بيعملوها تاتو. وتخيل بقى لما مم. اكتب لهم القصة وان دي شيخ، وكنت ببعت لهم وببقى حريصة جدا. طبعا ده محتاج ان هو يبقى على نطاق اوسع، لان احنا مش محتاجين ان الموضوع يبقى بس انبوكس. لا احنا محتاجين، يعني انا محتاجة فوكس على ان الستوري كمان تبقى متشافة، غير ان هي تبقى ملبوسة فيجوالي ومتشافة. لا، الستوري بيهايند. فده اكيد في كل الكولكشنز، وسبيشالي الكولكشنز الجديدة اللي هتنزل. لما عملت بودكاست قبل كده اتكلمت مع سايكولوجيست، وكنت عامل برضو انترفيو مع سايكاتريست. النهارده انا عامل كارير شيفت خالص، وهسألك سؤال ما اعرفش هل انا هسأله صح ولا لا. هل لو في ميل مكاني هي اللي هتسأله احسن مني. انت ليه اخترتي تلبسي اللي انت لابساه دلوقتي ده بالالوان دي النهارده؟ هل ده يحمل قصة او يحمل حاجة مخلياكي انك قررتي ان ده اللي هتلبسيه النهارده؟ ايه انا احب اسمع بصراحة. مبدئيا ده من كولكشن لسه منزلش، ولسه حاجة هتيجي وانا اكسايتد جدا بيها. انا كنت نزلت زيارة لمصر، وكان بقالي تقريبا 2 أو 3 مستنية المتحف الكبير يفتح. انا المتحف المصري اللي هو بتاعنا بتاع ميدان التحرير ده جزء مني، لان احنا على مدى ال5 سنين بتوع الكلية والدراسة في فنون تطبيقية صحيح، صح. احنا كنا بنروح بنفترش قدام الموميا وقدام التماثيل هناك، بنقعد بالساعات علشان نعمل السكتشات، والسياح رايحين جايين علينا. وطبعا انا متاكده دلوقتي ان انا اصحابي مبتسمين، لان كلنا عندنا نفس الميموريز دي. فالمتحف كان متحف انا ريحته، يعني انا لما بفتكر المتحف ريحته بشمها. بتستدعي كل الحواس بالظبط. كل حواسي فعلا بستدعيها. وكنت عندي شغف بشكل مش طبيعي ان انا اشوف المتحف الكبير بعد لما يخلص واروحه. وكل لما كنت بنزل اقول هو المتحف فتح، هو المتحف كان هيفتح في 7 وبعدين فتح في نوفمبر، صح. فكان اخر مره انا نزلت رحت المتحف، وكنت عامله زي الطفل اللي واخدينه فسحه، ما كنتش مصدقه، وحقيقه انا فخوره قوي قوي. ولما دخلت انبسطت وكنت منبهره. وطبعا في حاجات هي طبعا اتنقلت من هناك فانا فاكراها وفاكره مكانها وهي في المتحف بتاع التحرير. فالاكسبيرينس دي خلقت جوايا كده، استفزتني ان انا لازم اعمل كولكشن مصري. ولكن ايوه مش هينفع يبقى كوليكشن مصري بميشا مورجان الا لو كان في ميشا مورجان. صح. فانا طبعا بعتز، ودي حاجه محدش يقدر يقرب لها. احنا الكالر باليت الفرعوني بتاعتنا محدش يقدر يقرب لها، ولكن احنا تشبعنا بيها في حياتنا كلها. يعني انت اول ما يجي في بالك او حد يقول كلمة المصريين القدماء مثلا او بردية، انت جات قدامك كل التونات الارثي، ايرث تونز، البراونز، الدارك ريد، الوان الارض، الاميرالد، الحاجات اللي احنا متعودين عليها، which هي مذهلة. بس انا لو خدت نفس الباليت واشتغلت نفس الشغل، انا شغلي هيبقى مش عايزه اقول ان هو هيبقى شبه حد، بس انا مش هبقى ضفت، وانا عمري ما هضيف لحاجه بالقيمه دي. فانا كنت دايما ببقى عايزه اخد ده ايوه واطلع منه بحاجه شبهي، حاجه شبهي. وطالما حاجه شبهي انا طلعت بره الباليت تماما. انا لابساه دون بالتفاصيل الباترن دي. طبعا انا مش عارفه اذا كان هينفع ان انا، بس هو في عين فرعونيه، في عين العين دي اعتقد جزء منها باين. ايوه يعني فالشغل ده ده معبر عني. انا قعدت رسمته زي السكتش،
وده شغل الالستريشن اللي انا بحبه. هي عين فرعونية قصدك عين حورس يعني اللي هي بالظبط. ولا شكل العين اللي لقيتيها في المومياوات، عشان دي عين ودي عين؟ لا العين الفرعونية اللي هي شكل العين اللي بيترسم في العادة على الحيطان، ايوه وبيتعمل في اللغة الهيروغليفية، واللي ايوه. انت بتشوفه مم. الشيب. مم. وانا ابتديت اخده مم. كشيب، مم. وابتدي اطعمه واحط فيه باترن واحطه فوق الباترن، عشان تحس، انا بحس ان ده mainly مش حضارة فرعونية بس، مم. في حضارة فرعونية وإسلامية وفي كده حدوتة مصرية، يعني حدوتة متكاملة. ان انت الباترنز دي ممكن تشوفها في اماكن كتيرة، ممكن تشوف ده في رمضان، ممكن تشوف الباترنز دي على الحاجات اللي احنا بنحطها في رمضان، ده ممكن تلاقيه على المسجد، ده لما هتروح متحف العين. فانا ده بالنسبة لي حالة الباليت دي باليت بتاعتي، يعني هو انا ليه احط بس درجات الارثي بس؟ ليه ما نحطش ليموني؟ ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هو انت خدتي من الميوتد كولرز للفايبرنت كولرز. فايبرنت ولكن انت ستيل هتحس ان هي مرتبطه earthy in a way، تحس ان هي stable، تحس ان انت حابب ان انت تبص عليها وشايف لسه فيها روح. كمان الفابريك بيأثر، يعني انت حاطه على ايه؟ حاطه على ستان، حاطه على سلك، حاطه على صح ماتيريال كتان. فانا شايفه ان هي عوامل كتيره، بس انا من الحاجات اللي انا بحبها، واللاين ده او الكولكشن ده هيبقى متكامل اوت اوف ذا بوكس. كل حاجات من الحضارات من الحضاره الفرعونيه بتاعتنا، عوامل كتيره جدا بس محطوطه بشكل مختلف عصري. تحس ان انت لابسه او مقتني بس هو مختلف. ميشا، احنا الحوار لو قعدنا نتكلم هنقعد ساعات يعني، وانا مبسوط جدا باللي بيطلع منك. الحكاوي جميله، الاصل كل ديزاين او فكره انت بتعمليها، فكره ان في حكايه، ده بيوري ان هي مش واحده قاعده عايزه تعمل بيزنس، يلا واحد كفتان هنا واحد سكارف هنا، لا انت عايزه تعملي حكايه. عجبتني فكره حدوته مصريه، انك طلعتي منها بحاجه. هختصر الكم السؤال اللي جايين في سؤالين. انت النهارده عملتي حاجات كتيره وديزاينز كتيره، ايه اللي انت شايفاه محتاج ان هو يتضاف للكوليكشن بتاعتك؟ ايه اللي محتاج يتضاف كديزاينز؟ كحاله يعني انت مثلا عملت كفتان، عملت سكارف مثلا كده، هل انت بتعملي حاجات تانية؟ هل بتعملي مثلا تي شيرتس، بتعملي شيرتس قمصان، يعني هوديز، بتعمل هل في حاجه تانية، ولا انت اللاين بتاعك هو ان انا باخد الارت ده احطه على يا اما كفتان يا اما كده؟ بالظبط زي ما قلت لك، انا من البدايه وانا بالنسبه لي حته الفاشن هو الكانفاس اللي انا بحط فيه الارت بتاعي. ويمكن ده اللي بيفرق الحته بتاعتي عن حد تاني فاشن ديزاينر بيمشي على الترند او الموضه علشان يبيع بيسز. انا كل اللي انا عايزاه او اللي انا ببص له هو ده هيخدم القصه بتاعتي، هيخدم الارت اللي انا بنفذه ولا لا. وارد جدا يبقى على كيمونو، وارد جدا يبقى على سكيرت which is ده الحاجات اللي نازله في الكولكشنز الجديده، على دريس، على توت باج، على تي شيرت، كل ما تتخيلوا طالما هيخدم الفكره. حتى الاكسسوارز يعني برضو في لاين المفروض ان احنا لسه بحاول ان انا افكر فيه، ان انا يعني مش لازم يبقى حاجه بتتلبس، ممكن حاجه انت بتقتنيها، حاجه بتبقى معاك دايما. يعني ميشا، انت بتبيعي حكايه، صح، انت بتقدمي حكايه في ارت وورك، في رسمه، في ديزاين، وبالديزاين ده بتشوفي ايه اكتر حاجه تناسب انه الحكايه دي تظهر عليه يتحط عليها. بالظبط. انا احترم جدا الكلام ده. مش انت النهارده عندك براند، من 6 سنين كان عندك رسمه وفكره. ميشا من رسمه وفكره لميشا مورجان براند، خلاص.
واللي في النص البروسيس اللي انت حكيتيها دي حاجة بسيطة جدا من قصة فيها ups and downs كتيرة، طلوع ونزول. انا مدرك ده تماما. النهارده in a nutshell كده بسيطة، وانا عارف ان هي عمرها ما هتبقى كده، بس in a nutshell ازاي انت لما تبصي ورا تشوفي ان ده الليجاسي بتاعك مم. اللي تبني عليه لقدام. فعايز افهم منك ان نوتشيل كده انت شايفه اللي فات ده ايه، وهتقدري تروحي بيه فين قدام. آم، الليجاسي هي الجيرني، امم. الرحلة. امم. يعني طبعا انا معتبرة نفسي ان انا دلوقتي اللي انا بعمله ده بيبي ستيبس امم. حقيقي. 6 سنين بيبي ستابس. اه امم. اه وقعات تجارب، لان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده مش بس ارت، اتس بيزنس. ولما انت تبقى بره الدايره دي، فعشان تقتحمها وعشان تنجح فيها انت لازم تبقى ملم بكل حاجه، لازم تبقى فاهم. مفيش حد بس هيبقى ارتست هيقدر ان هو يبقى عنده براند بيبيع ومعروف ويقدر ان هو، مش هينفع. في ستيبس كتيره، وكل واحده فيهم محتاجه طريق علشان تفهمه وتستوعبه وتجرب. مهما تقلك لازم انت اللي بتجرب بنفسك، ودي حاجة مهمة جدا. فأنا شايفة إن نقطة القوة عندي هو المعافرة. إن أنا مش هوقف يعني أنا عارفة، أنا بقول لك أنا كنت بعيط ولا زلت، وأي حاجة بتحصل عكس توقعاتي، اللي هو لا أنا متوقعة إن ده هيحصل كذا وكده. أبسط حاجة يعني الضعف النفسي بيبقى الواحد متأثر وأقعد بقى ولا وأنا تعبت وإزاي. بس خلاص بيعدي اليوم، بيجي اليوم اللي بعده، لا انا يعني ايه اوقف؟ مش هعرف. يعني حتى لو انا عايزه مش هعرف اعمل بس ده ده. شغف. بالظبط. يعني لو ما كانش في شغف ورا الكلام ده، مم. يعني وواحد بيعمل بيزنس عادي خالص، مم. مع لو فيها الذات جامدة، خلاص مم. هيوقف. احنا البودكاست اسمه 9 من 10. 9 من 10 لأن مفيش كمال في الدنيا، ونعم في بالله، ده حقيقي. امتياز. مم. خلاص. مم. ودايما احنا بنقعد حياتنا كلها بندور على درجة الممتاز. 9 من 10 هي 90% وأعلى، فهو دايما احنا بنشوفها ده الرقم الحلو، مم. لكن هو مش 10 على 10، مش كمال. احنا ممكن في اللغة الدارجة بنقول ايه الكلام ده 100 100 لكن هو مم. مفيش دي، صح؟ طبعا. وعلشان كده احنا موجودين النهاردة بنتكلم مع بعض. انا اعتقد ان مهما لو قعدت معاكي ربنا ادانا العمر بعد 5 سنين تانيين، وميشا مورجان في حتة تانية تماما حلوة سبحان جدا، الله. هتفضلي عندك نفس الكلام ده، انك ايه. لسه عايزة تعملي حاجة، وهتقولي انا مشيت شوية بيبي ستابس وتشايلد ستابس، بس انا لسه. اخر سؤال، لو انت عايزة تسيبي حاجة اللي بيسمعوا الكلام ده، مم. من خبرتك، مم. من تجربتك، من الباشن بتاعك، تقولي لهم ايه؟ آم، اعمل الحاجة اللي انت عندك الباشن فيها، لان الطريق صعب. الطريق في اي حاجة صعب. هنكمله ازاي لو احنا عندنا الباشن ان احنا نمشي فيه؟ لان الباشن هو اللي هيخلي الطريق الصعب ده ممتع. يعني انا ممكن في اللحظه اللي بقولك عليها ان انا ببقى تعبت وبعيط ومش قادره والكلام ده كله، دي بتبقى لحظه ضعف. بس انت بتبص على التايم لاين من فوق. يعني انا في خلال ال5 سنين و6 سنين دول وقعت كام وقعه، وقعت كتير، بس انا دلوقتي بصه من فوق ان انا كنت فين. كنت بسكتش علشاني انا، وكنت قاعدة في ال4 حيطان في كوفيد، في وقت كان كل الناس فيه ديبرست. وأنا دلوقتي عندي براند بيعبر عني، وقاعدة معاك في بودكاست بتكلم عن تجربة شخصية ممكن تبقى ملهمة لناس كتير. فهي الفكرة انت بتعمل ايه؟ ما تعملش حاجة لمجرد ان اه يعني خلينا نشتغل في ده ولا نمشي فيه. لا، ما اعتقدش ان لازم يبقى فيه الفيول. والفيول ده هو الباشن. لازم ان انت تبقى مآمن بنفسك، انت تبقى عارف
ان عادي احنا كلنا بنغلط. انا مش كل الديزاينز اللي انا عملتها طلع بيرفكت، ولا كل ديزاين اللي انا بعملها الناس هتشوفها بيرفكت. ممكن حد يقول لك لا 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 ما اقدرش البس الالوان دي مع بعض، دي بالنسبه لي اصلا مش الوان لايقه، ولا فاهم قصدي. بس في المقابل انت عبرت عن نفسك، اشتغلت بصدق، والحاجه لما بتتعمل بصدق لازم بتوصل بصدق. ده حقيقي يعني ما فيهاش كلام. طالما انت عملتها هتلاقي الناس اللي هتفهمك وهتقدر ده. ولازم لازم لازم اولا واخيرا تبقى مقتنع ان دي رحلة. يعني هي المتعة في الرحلة. عمرك ما هتوصل تقول ايه انا لما اوصل دي يا سلام بقى انا كده هبقى، مستحيل. فاحنا لو فضلنا نبص على الاسترس اللي بيحصل في حياتنا، والحاجات اللي باظت، الفلوس اللي اتصرفت، والماركتينج اللي ممشيش، واللي معرفش البرودكت اللي حصل له ريفند، وكل الحاجات دي كلها دي عثرات صغيرة. بس احنا نضجنا، احنا اتعلمنا، احنا كبرنا علشان احنا امنا بنفسنا. ميشا ثانك يو سو ماتش، انا Thank you. انبسطت قوي النهارده. واكتر من الانبساط احنا طاقه، كل واحد فينا انت جواكي طاقه بتوصلني كلها شغف وانسبايرنج. فانت يو انسبايرد مي جدا واحنا قاعدين، وخليتيني انا كمان ارجع بذاكرتي في حاجات في حياتي، ولا انا هعمل زي اللي انت بتعمليه. ميشا ثانك يو سو ماتش، ثانك يو، نورتينا. شكرا ان انت استضفتني النهارده، وانا متشكره جدا جدا، وان شاء الله نتقابل مره كمان، ان شاء الله. ويعني نشوف بقى هنبقى رايحين فين ان شاء ان الله. شاء الله. ثانك يو محمد. شكرا ليكم، نشوفكم في حلقة جديدة. شكرا.